بالفيديو. شاهد حالة سعد المجرد في المستشفى السجن بعدما عرض نفسه للانتحار. شاهد ردة فعل نزهة الرقراقي. قبل أن نبدأ، عطر فمك باسم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد. للأسف أعلنت عدة مصادر متداولة بعد قليل أن حالة فنان سعد المجرد خطيرة جدا. قام بالإضراب عن الطعام ومحاولة الانتحار داخل السجن، بما تسبب له بنزيف حاد، وأخذوه إلى المستشفى الفرنسي للسجناء. لقد فعل هذا الشيء بسبب معاملة السلطات الفرنسية. ويذكر أن سعد المجرد يحكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن 6 سنوات بالاغتصاب شاب قاصر. ولكن ما هز العالم هو ما قام به أشرف حكيمي والدة سعد المجرد زهرة الرقراقي. ولقد أكد من قبل أن سيواسي عائلة سعد المجرد حتى يخرج ببراءة إن شاء الله. إذا كنتم يعجبكم ما يفعله المغربي أشرف حكيمي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو.